بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأبناء الأعزاء، مرحبا بكم في قناة النعمان التعليمية. موضوعنا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى هو إجابة عن سؤال: وماذا بعد رمضان؟ بفضل الله سبحانه وتعالى صمنا رمضان وقمنا لياليه وقرأنا كتاب الله بفضل الله تعالى، وأطعمنا الطعام وأفشينا السلام، والحمد لله رب العالمين. وكان فضل الله علينا عظيما، وكلنا شعرنا بالخير، ومر رمضان سريعا كعادته، حيث يقول الله تبارك وتعالى: أياما معدودات. فهو فعلا أيام معدودات. ورغم أننا صمنا في عز الحر، بدأ رمضان في يوم 6 من شهر مايو، واستمر خلال شهر مايو، ودخلنا في شهر يونيو وهو في عز الصيف، ومع ذلك لم نشعر بالحرارة المعتادة في مثل هذه الأيام إلا في يوم أو يومين. كنت أتابع درجات الحرارة يوميا، فكانت درجات الحرارة ما بين 19 درجة و20 درجة، أو 21 درجة، أو 22 درجة، هكذا طوال الشهر. وهذا أقل من المعدل العادي للحرارة في مثل هذه الأيام. وحدث في يوم أو يومين أن ارتفعت درجة الحرارة إلى 50 وإلى 45 إلى 45، وتأفف الناس وقالوا إن الجو شديد الحرارة. هذا هو المعدل الطبيعي، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: انظروا، هذا هو المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة السنوية في مثل هذه الأيام، ما بين 45 إلى 50، ولكنني بفضلي وكرمي ورحمتي خفضتها إلى 20 إلى 19 درجة، وهكذا. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نتنبه إلى فضله وكرمه، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم. مدى رمضان وماذا بعد رمضان؟ هل ستكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى كما كانت في رمضان، أم أننا نعبد رمضان، أم أننا نعبد رب رمضان؟ فمن كان يعبد رب رمضان استمر في طاعته وعبادته لله كما كان يعبد الله في رمضان. ومن هنا فإننا لابد أن نتعرف على الإجابة على سؤال هام: ما هو الإسلام؟ وللإجابة على هذا السؤال فقد ورد على صفحات التواصل الاجتماعي مواقف كثيرة لغير المسلمين دخلوا في الإسلام. فهذه سيدة كانت على غير دين الإسلام، وأمسكت بالقرآن وحاولت أن تجد فيه ثغرة تنفذ منها لتدمير الإسلام والمسلمين على مدار 4 سنوات، فلم تجد. وفي النهاية أعلنت استسلامها
لله الواحد القهار وأسلمت. ماذا فعلت بعد إسلامها؟ أرادت أن تختبر المسلمين، اتصلت بمجموعة من المسلمين والمسلمات، أغرت مجموعة بالمال، أغرت مجموعة بالنساء، أغرت مجموعة بالمناصب. فماذا حدث؟ قلة قليلة بقيت على إسلامها ولم تتأثر، مجموعة تأثرت وتركت الإسلام من أجل المال، ومجموعة تركت الإسلام من أجل المنصب، ومجموعة تركت الإسلام من أجل إغراءات جنسية، ومجموعة بقيت على دينها متمسكة بها لأنها تعرف أنه الدين الحق. هذه السيدة بعد أن عملت هذه التجربة أعلنت أنها مسلمة، وأن العيب ليس في الإسلام، إنما العيب كل العيب في من ينتسبون إلى الإسلام. وقالت لهم: أنا أفتخر بأني مسلمة، فهذا الإسلام هو الدين الحق، أما أنتم يا من تخاذلتم وتراجعتم فالعيب فيكم وليس العيب في الإسلام. هذه واحدة. الثانية، شابة فتية تعلن إسلامها وتذهب لأداء العمرة وتقف في بيت الله الحرام أمام الكاميرا وتخاطب المسلمين وتبكي بكاء مرا، وبكاؤها نابع من القلب. تقول: يا مسلمون اعرفوا دينكم، يا مسلمون أنتم على خير، أنتم على أمر محبب إلى النفس، أنتم على الدين الحق، فلا تفرطوا في هذا الدين، تمسكوا به وادعوا الناس له، نحن أمانة في أعناقكم، لأنكم لم ترشدونا إلى هذا الدين الحق منذ زمن طويل، ما قضيناه من أعمارنا في الباطل هو بسببكم، لأنكم لم توصلوا إلينا هذا الدين الحق. من هنا فإننا نريد أن نتعرف على هذا الدين الحق. فقد ورد أن كلمة إسلام هي من سلم، سين لام ميم، ومشتقاتها سلم، أسلم، أسلمت، أسلمنا، سلام، إسلام، مسلم. هذه كلها مشتقات الإسلام، وهي من الأمان. إسلام، أسلم، يعني أمن، أمانا، هو مسلم ومسالم، مستسلم لله سبحانه وتعالى. وتدل هذه الكلمة على الخضوع للحق. قال الله تعالى في قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلما أسلم، ما معنى أسلم هنا؟ يعني هل كان على غير دين الإسلام ثم أسلم في هذه اللحظة؟ لا، فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله بعد أن تكررت الرؤيا لدى سيدنا إبراهيم 3 مرات متواليات أنه يذبح ابنه ووحيده وولده إسماعيل. أصبح في اليوم 8 من ذي الحجة في يوم التروية، أصبح إبراهيم عليه السلام عازما على تنفيذ هذا الأمر
طاعة لوجه الله، وذهب إلى ابنه وقص عليه القصص، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله تعالى: فلما أسلما، يعني استسلما لأمر الله. فالإسلام هو الاستسلام لطاعة الله، الاستسلام لدين الله سبحانه وتعالى. يقول رجل من السلف الصالح الإمام ابن رجب الحنبلي، يقول: مدار هذا الدين على 4 أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني: حديث سيدنا جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. الحديث الثالث: حديث النعمان ابن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحديث الرابع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه الأحاديث ال4 أحاديث صحيحة بفضل الله تعالى، وقد شرحها الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه العظيم، وهو شرح 40 النووية. وبعون الله سبحانه وتعالى سنتناول هذه الأحاديث ال4 بالشرح والدراسة في الحلقات القادمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. فهذه هي الحلقة الأولى بعنوان: ما الإسلام؟ نلتقي بعون الله سبحانه في الحلقة